هي المسلسلات اللي مغرقه الشاشه دي جايه عليا وانا قاعد في البيت باي حاجه؟ طب يحصل حاجه لو شلناها خالص من الوجود؟ قصدي هنا اقتصاديا يحصل، وهقول لك ازاي. انت مش بتركز على المسلسل غير في اللبس، الفنان ده اجره 25 مليون، والفنانه مرات السيناريست الفلاني لبست ازاي وخدت كام مليون. طب هل تعلم ان المسلسل الواحد فاتح بيوت ناس كتير جدا ممكن ما تشتغلش غير المسلسل ده بس في السنه؟ هل تعلم لو بصيت على التتر بتاع المسلسل هتلاقي فنيين اضاءه وصوت وتصوير، نجارين، حدادين، نقاشين، فنيين كهرباء وشيالين ومحاسبين، ده غير بتوع البوفيه ومكتب عربيات ومهن كتير جدا، اكتر من ان اقولها في فيديو واحد. وخليني اديك رقم ودوره كده في دماغك. متوسط العاملين خلال موسم الدراما الواحد حوالي 5000 فني وعامل، والمسلسل الواحد لو 15 حلقه بيحتاج حوالي 170 عامل، ولو 30 حلقه هيحتاج 250 عامل وفني، ولو مسلسل تاريخي هنزود فوق ال 250 دول 250 تانيين. وحتى الممثل اللي انت مستكتر عليه الرقم ده عارف انه بيدفع ضرائب للدوله ومن اعلى الشرايح كمان علشان هو من الاجور العاليه. طب هل تعلم ان في فريق ورا كل ممثل بيوتهم مفتوحه بسبب الفيلم او المسلسل اللي بيعمله في السنه مره؟ لو بصيت بقى على الصوره الاشمل وعلى الصناعه دي بكم الايدي العامله اللي فيها، بكم الاجور المدفوعه والحصيله الضريبيه، ده غير تسويق واللي بيشغل اعلانات وحقوق عرض، يعني بني ادمين شغاله واقتصاد شغال. السؤال بقى هنا ليك، عمرك حسبتها كده ولا مختلف مع وجهه النظر دي؟ وقبل ما انسى قول لي بتابع ايه في رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين.